النهارده اتكلم عن موضوع مهم وخانقني جدا. الحقيقه مش توصل لحد ولا هشوفها 2 ولا 3 ولا 4 مليون، بس انا كنت لازم اطلع اتكلم عشان بجد انا حاسس بالقهرة. الصفقة التاريخية لمنتخب مصر كابتن حسام حسن. مش متفائل والله بجد. يعني انا اكتر واحد كان نفسي حسام حسن يمسك المنتخب، بس ماشي يا فرحتي، انت جبت مدرب كويس تمام، اوكي يعني جبت مدرب كويس تمام. فين المنظومة بتاعتك؟ برضو انت ما عندكش منظومة. مفيش منظومة تعملها. مفيش اكاديميات شباب بتطلع بره لعيبتك. مش عايز تحترف بره واحترف مثلا في سويسرا، المرتب اللي بتاخده في مصر قد اللي بتاخده في سويسرا مرتين، او قد اللي هتاخده في روسيا، او قد اللي هتاخده في انجلترا. منظومتك غلط. انا مش راجل اداري، بس انا راجل واحد شايف العالم حواليا عامل ازاي. دول شبه كاب فيردي وشبه السنغال عماله تتطور، وانت شايفهم بيتطوروا وتقول لي الكره الافريقيه اتطورت وانت ما بتتطورش. كل يوم بشوف ناس عندهم مهاره، يعني معلش، لو اتنمت هيبقوا احسن محمد صلاح عندك. بشوفهم يوميا معايا في الشغل، معايا في الشارع، صحابي من زمان بشوفهم. دلوقتي الناس دي فين؟ دلوقتي الناس دي ما خدتش الفرصه كامله، او ما خدتش الفرصه. اللي شغال في كافيه او خد سكه تانية، انا مش عايز اقول خد سكه ايه، بس انت كان في ايديك الناس دي تعليها. كان في ايدك. يعني انت فين منتخب الشباب بتاعك؟ اقول لك منتخب الشباب بتاعك فين. منتخب الشباب بتاعك اللي لعب بطوله على ارضه وطلع بفضيحه، كان حصلت المجموعه. منتخب الشباب اللي اللعيبه اللي فيه هتلاقي استاذ احمد ابن اللاعب السابق مش عارف ايه، استاذ علي ابن اللاعب السابق مش عارف ايه. دي منظومتك الفاشله. دوله شبه السنغال ما وصلتش كده من فراغ. عملت تعاقد مع نادي ميدز الفرنساوي يفتح اكاديميه عندهم في السنغال. تمام. نادي ميدز الفرنساوي بقى دوت طلع لهم مين؟ اسماعيل صار، ساديو ماني، كلوبالي، مندي. اعد لك للصبح 11 لاعب موجودين محترفين، مفيش ولا لاعب فيهم في الدوري. دي نقطه مالناش دعوه بيها، نقطه الاحتراف. انا هقول لك لا، احنا كان خدنا بثلاث بطولات ما كانش عندنا غير اتنين محترفين. حتى كان المحترف السوبر ساعتها كان احمد حسام ميدو، وما بقناش عليه. ما تبقاش عليه لما كان مستواه بيقل في اوروبا. لا ريح، هلاعب زيدان مكانك، هلاعب متعب مكانك، هلاعب عمرو مكانك، عادي، مفيش مشكله. انت ليه لحد دلوقتي مش عايز تدخل الجمهور الملاعب؟ ما الحاجات دي بتأثر على اللعيبه بالسلب. انا واحد قاعد دلوقتي في اوضه ما بتعاملش مع حد ولا حد بيشوفني، لما اطلع الشارع هصدع. نفس الحوار في اللعيبه. انا بلعب دوري. انا ما بحترفش بره، ما بلعبش بطوله افريقيا، ما بلعبش بطوله ابطال افريقيا. انا بلعب مثلا في نادي الاتحاد السكندري وعندي فيوتشر ومش عارف نادي ايه ومش عارف نادي ايه. ده ما بشاركش بطولات قاريه، تمام، ما فيش مشكله. ما باخدش على جو الاستاد، فاصبح لما باجي مثلا استدعي للمنتخب والعب، ضغط الجماهير، مش عارف ايه. خلي بالك نفس اللاعب دوت لو لعب مع جماهيره هو اللي بتسانده، هو هتلاقيه متوتر عشان هو مش متعود على كده. في فرق بين ممثل السينما وممثل المسرح. مش خايف من حاجه، مش خايف ان ممكن الجماهير اللي حواليه دي تقلب عليه في مره. مفيش جماهير حواليه. ده اللي انا كنت عايز اقوله من خنقتي. في الاخر يعني حابب اقول الدوري بتاعك اهتم بيه، اهتم بمدرجاتك، اهتم بالقرف اللي احنا بنشوفه في الملعب، اهتم باكلة الحكام. رحت جبت لك حاجه من اجنبي من الدوري الانجليزي عشان يظبط لك الدوري، وقلنا الحمد لله. الراجل ما استحملش طلع فضحك. المدرب اللي بدأ ان هو يطلع لك وجوه انت ما تعرفش عنها حاجه، زي مارك كروش، طلع لك لعيبه كتير زي مارك عبد الواحد، مهند لاشين، محمد عبد المنعم، مرموش، زيزو. كل الناس دي كانوا موجودين في الدوري عندك وانت مش شايفهم. الراجل ده عمل لك جيل ماشي عليه لحد دلوقتي، ما زودتش. المدرب اللي انت جبته لنا راح يجيب لنا محمود حماده. مع احترامي الكبير لمحمود حماده، هو لعيب كويس، خلي بالكم، مش لعيب مش وحش، بس لعيب ما عندوش خبره دوليه. وانت دخلت رميته في ماتش دور 16 ومتعادل وفي وقت صعب وفي وسط جماهير، زي ما احنا قلنا في اول الحلقه حوار الجماهير، لازم يتوتر. ما هيأتهوش كلاعب. ارجع تاني واقول لك بص، السنغال دلوقتي انا اتكلمت كتير عن السنغال، بس عشان السنغال دلوقتي
كاس افريقيا للشباب، كاس افريقيا للشواطئ، كاس افريقيا للكبار، كل ده في سنه واحده. الحاجات دي ما عملهاش من يوم وليله. ما نمنوش بالليل صحوا جابوا مدرب بياخد مثلا 200 مليون دولار عشان يجيب لهم البطولات دي كلها، لا. الناس دي صرفت، بس صرفت صح. انا هصرف على كده اكاديميات، هصرف على الشباب. انت لو نزلت الشارع اتمشيت بس كده في ملاعب الخماسي هتشوف مواهب انت ضيعتها من ايدك، ما لقوش فرصتهم عشان هم فعلا معهمش فلوس، ولو معاهم كانوا دفعوا وراحوا لعبوا. البرازيل اللي منجح البرازيل دلوقتي، اي لعيب في البرازيل بص عليه يقول لك انا طلعت من الشارع، انا كنت بلعب 1 2 على الحيطه. محمد صلاح اللاعب البروفيشنال عندك، واللاعب دلوقتي اللي هو اغلى لاعب في تاريخ مصر، طلع من الشارع. طلع من الشارع كان بيلعب 1 2 على الحيطه برضه. محمد صلاح محمد صلاح اللي طلع حكى لك معاناته وقد ايه كان بيتعب وقد ايه كان بينام على الرصيف في النادي، علبه الكشري وبيملاها شطه عشان تشبعه، وده طفل صغير بس هو فعلا جرى ورا حلمه. انت ليه بقى ما تعملش اكاديميات للناس اللي مش هتقدر تعمل كده؟ ما البني ادمين مختلفين، انا هقدر انت مش تقدر، غصب عني ان انا مش هقدر. ليه ما تعملش اكاديميات في الكوره والكلام دوت؟ اكاديميات تطلع لك لعيبه. مراكز شباب فوقيه بالبنط العريض قاعه افراح اللؤلؤه او قاعه افراح الانوار، ما بتشوفش ده؟ في الاخر عشان ما اطولش عليكم، وده كان رايي المتواضع، ويا ريت فعلا نصحح كل الكلام دوت، يا ريت عشان نشوف عندنا منتخب ونشوف عندنا شباب، ما نلاقيش الشباب ديت واخدين سكه تانية عشان ما خدوش فرصتهم واتظلموا من البلد. ويا ريت تتعبنا بلايك وسبسكرايب وفولو وكومنت ورايك في الموضوع اللي انا اتكلمت فيه النهارده، هل فعلا كلامي صح ولا غلط؟ شكرا، وانا احمد سماره وكنت معاكم واشوفكم حلقات